السلام عليكم. هو أنا مش شاطر في البرمجة، بس باحب التكنولوجيا. هل ده ينفع؟ أيوه ينفع، علشان كده في قسم اسمه IT. هاكلمك عن قسم الIT في كلية حاسبات ذكاء اصطناعي كقسم في كلية مش كمجال. الأول أنا حبيت أرجع للمكان ده المكان الظريف بتاعي ده يعني. قسم IT Information Technology أو تكنولوجيا المعلومات، قسم بيجمع بين حبك للتكنولوجيا واحتياج السوق وفرص شغل كتير. مش لازم تكون بتحب تكتب كود، ولكن لازم تكون بتفهم، تعرف توصل المعلومة وتفهم التكنولوجيا صح. تكنولوجيا المعلومات لو بتحب الأجهزة والشبكات السيستمز، تحب تفهم الدنيا دي ماشية ازاي وبترتبط ببعض ازاي، تحب تحل مشاكل الناس وتبقى دايما الشخص اللي بيتقال له اللاب عندي واقف تعال شوفه، يبقى القسم ده ليك. يعني ايه IT؟ هو القسم اللي بيجهزك علشان تبقى جزء من اي مؤسسة تقنية، من الدعم الفني لإدارة الشبكات لتأمين البيانات وإدارة الشركات الضخمة. بتدرس فيه ايه؟ شبكات واتصالات، أمن معلومات، إدارة قواعد البيانات، أنظمة تشغيل وسيرفرز، دعم فني وحلول عملية، وكلاود كومبيوتينج. لو بتحب تحل المشاكل بسرعة، تتعامل مع الأجهزة والنتورك وتشتغل على أرض الواقع في الشركات، وتشتغل بعد ما تتخرج على طول، يبقى IT هو سكتك. الوظائف اللي مستنياك: نتورك ادمنستريتور، IT سبيشاليست، وكلاود سبورت، سايبر سيكيورتي، سيستم ادمن، وحاجات تانية عملية كتير. قسم IT مش بس عن الدراسة، لكن هو عن الفرص والشغل العملي. قسم بيعتمد على التطبيق والخبرة والتطوير المستمر. فنصيحة مني، لو بتدور على قسم يديك فرص حقيقية في الشغل، تشتغل بسرعة وتثبت نفسك، ابدأ شوف دورات بسيطة عن الشبكات أو الأمن المعلوماتي، وشوف نفسك أنت بتميل لإيه. وسلام.